بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاية اقول لكم عن موضوع مهم جدا، اللي هو ازاي تهتم بنفسك بعد مشاغل الحياة ومعاكي أولاد وزوج ومش مهتمية بنفسك خالص وناسية نفسك خالص. بصي هقولك شوية كلام. انتي مش مقصرة، انتي مستهلكة، مشغولة طول اليوم، عيال، أكل، شغل، طلبات، صويت، مسؤوليات. ولما اليوم يخلص مفيش غير واحدة تعبانة بتقع على السرير وهي حاسة انها نسيت نفسها. بس اسمعيني للآخر، أكتر حاجة خطيرة بتعملها الأم مش إنها تزعل ولا تتعصب ولا حتى تهمل شوية. أخطر حاجة إنها تنسى إنها بني آدمة. انت مش مكنة، مش دورك تفضلي شغالة لحد ما تتحرقي وبعدين تقولي معلش. لما تقولي باخد شاور كل فين وفين، ده مش كسل، دي علامة إنك مش حاسة بنفسك. انت بتقولي لنفسك من غير ما تاخدي بالك أنا آخر واحدة في الليستة. وأحب أقولك حاجة موجعة شوية بس حقيقية، اللي بيحط نفسه آخر حاجة الكل بيتعلم يحطه آخر حاجة. مش قصدي ان زوجك وحش ولا اولادك انانيين، لا، بس هم تعودوا انك دايما موجودة حتى وانتي مكسورة. خليني اقولك سؤال واحد بس، لو انت وقعتي مين هيكمل؟ الاهتمام بنفسك مش رفاهية، مش دلع، مش انانية، ده صيانة. زي العربية بالظبط، لو فضلت تمشي بيها من غير بنزين ولا زيت هتقف فجأة، وانتي مش مسموح لك تقفي لاني وراكي بيه. خدي بالك، الشاور مش بس نظافة، ده رجوع لجسمك لروحك، ده لحظة بتقولي فيها انا لسه هنا، مش مختفية. مش مطلوب منك ماسكات ولا اي حاجة ولا ساعتين لنفسك، مطلوب منك قرار صغير انك تستاهلي. شاور من غير استعجال حتى لو 10 دقايق، كريم على جسمك وانتي بتقولي ربنا يكبر بخاطري، لبس نظيف ليكي انتي مش علشان حد. تبصي في المراية وتفتكري انك ست مش بس ام. واهم جملة لازم تتحفر جواكي، اللي مش بتراعي نفسها هتتعب ومش هتلاقي حد يراعيها. مش عيب تطلبي وقت، مش عيب تقولي تعبانة، مش عيب تقولي دلوقتي دوري. اولادك محتاجين ام حاضرة مش منهكة، وزوجك محتاج ست حاسة بنفسها مش واحدة ناسية نفسها. ابدأي بحاجة واحدة بس الليلة، حتى لو شاور، حتى لو قاعدة هادية لوحدك 5 دقايق. ولو حسيتي بالذنب افتكري انتي بتعملي ده علشان تكملي مش علشان تهرب. في لحظة ما في يومك غالبا قبل النوم بتيجي الفكرة دي، هو انا ليه بقيت كده؟ مش شكلك، روحك. الهدوء اللي كان فيكي راح، الضحكة بقت تقيلة واللمسة بقت واجب. انتي مش اتغيرتي فجأة، انت تسحب منك نفسك حتة حتة. كل مرة تقولي مش مهم انا، بعد ما اخلص بكرة العيال اولى، بكرة ده طول وانتي قصر. اكتر حاجة بتوجع انك مش حتى واخدة بالك انك زعلانة. الزعل بقى صامت، بقى تعب، بقى اهمال. لما تهتمي بالكل وتنسي نفسك بتحصلي على لقب خطير قوي، الست اللي الكل متعود عليها. ومتعود عليها يعني مش بيحسوا بقيمتها غير لما تغيب او تقع، وانتي مش مطلوب منك تقعي علشان حد يحس. خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها، البيت اللي الست فيه منهارة بيت مهزوز حتى لو باين ثابت، مش علشان هي ضعيفة، علشان هي الاساس. وانتي اساسك محتاج ترميم، مش لازم ثورة ولا تغيير جذري ولا قرار يخوف. القرار الوحيد اللي محتاجاه، انا مش هكمل بالطريقة دي. حتى لو مش عارفة هتعملي ايه، حتى لو مش عارفة هتبدأي منين، ابدأي من جسمك، علشان ده اول حاجة تثابت. لما جسمك يتساب روحك تنسحب، وده مش كلام فلسفة، ده واقع.
الشاور اللي بتأجليه مش كسل، ده انك حاسة انك مش أولوية حتى عند نفسك، وده أخطر إحساس ممكن تعيشيه. اعملي حاجة بسيطة بس مختلفة. ادخلي الشاور كأنك بترجعي نفسك، اقفلي الباب، سيب المية تنزل وقولي يا رب رجعني لنفسي. الكلمة دي لوحدها شفا. بعدها مش مطلوب منك تبقي مثالية، مطلوب تبقي واعية انك لما تتعبي وتكملي ده مش بطولة، ده استنزاف. واعية ان صوتك العالي مش عصبية، ده استغاثة. واعية ان دموعك اللي بتنزل فجأة من غير سبب واضح ده روحك بتقول كفاية. واسمعيني في دي قوي، الست اللي مش بتطبطب على نفسها بتستنى العالم يطبطب عليها، والعالم قاسي. فطبطبي انتي. كلمة حلوة، لمسة، نفس عميق، دعوة صادقة، مش محتاجة إذن. ولو حد حسسك انك أنانية، افتكري انك لما تبقي كويسة الكل هيستفيد. انتي مش بتاخدي من البيت علشان نفسك، انتي بتاخدي لنفسك علشان البيت. في ستات كتير زيك بس مش كلهم بيعترفوا. انتي اعترفتي، وده معناه ان جواكي لسه صوت حي، لسه واحدة عايزة تعيش مش بس تكمل. في ست بتصحى الصبح مش لانها نشيطة، لكن لانها مجبورة. تفتح عينها وهي حاسة ان اليوم سابقها، وانها متأخرة على نفسها قبل ما تتأخر على اي حد. تضحك قدام عيالها، وتستحمل قدام جوزها، وتستقل من نفسها في الخفاء. عارفة اكتر حاجة موجعة؟ انك بتبقي تعبانة ومش عايزة حد يساعدك، بس نفسك حد يشوفك، مش يسمعك، مش ينصحك، يشوفك. وانت تحولت لست شاطرة قوي في الاختفاء، موجودة في كل حتة وغايبة عن نفسك. حتى ابسط الحاجة بقت تقيلة. تغسلي شعرك، تحط كريم، تقعدي في هدوء، مش لانك مش قادرة، لانك مش شايفة ليهم معنى، وده اخطر من التعب. خليني اقولك حاجة محدش قالها لك، إهمالك لنفسك مش دليل تضحية، ده دليل إنك اتعودت تعيشي من غير نفسك، والتعود ده وحش. انت مش مطالبة تكوني قوية دايما، القوة اللي ما بتتعبش ده وهم. الست القوية بجد هي اللي تقف لما تتعب، مش اللي تكمل وهي بتقع. في مرة حد قالك انت اتغيرتي، غالبا قالها ببرود، بس الجملة دي وجعتك، لأنك عارفة انت مش اتغيرتي، انت أهملتي من نفسك، وقبلها من اللي حواليك من غير قصد. بس دلوقتي اللحظة دي انتي واقفة قدام اختيار مهم، يا تكملي كده لحد ما الغضب يطلع في شكل مرض، يا ترجعي واحدة واحدة. والرجوع مش محتاج شجاعة كبيرة، محتاج صدق انك تعبانة، صدق انك محتاجة، صدق انك تستاهلي. اعملي اتفاق مع نفسك، مش هعيش باقي عمري وانا اخر واحدة. حتى لو خطوة في اليوم، كوباية شاي تشربيها وانتي قاعدة، شاور من غير تأنيب ضمير، كلمة لا في وقتها، سكات لما الكلام زيادة. وافتكري، الست اللي بتدي من غير ما تاخد بتفضى، وانتي مش مطلوب منك تفضي، مطلوب منك تعيشي. وفي الآخر خليني أسيبك مع السؤال ده، مش علشان تجاوبيني دلوقتي، لكن عشان يفضل معلق جواكي. امتى آخر مرة حسيتي انك مهمة؟ مش كأم، مش كزوجة، لكن كإنسان. انت مش محتاجة تبقي نسخة جديدة، ولا أقوى ولا أحسن. انت محتاجة ترجعي لنفسك، للست اللي كانت بتحس وتفرح وتغلط وتصلح وتقوم. افتكري دايما، الحياة مش هتروق فجأة، الضغوط مش هتختفي، الناس مش هتبطل تطلب، بس الفرق الحقيقي انك ما تبقيش ضايعة وسط كل ده. لو فضلت تأجلي نفسك هتيجي لحظة تسألي هو أنا عشت إمتى؟ وأنت تستاهلي تعيشي، مش بس تؤدي أدوار. ابدأي من أبسط حاجة، اهتمي بنفسك مش علشان شكلك، علشان كرامتك عند نفسك. ولما تحسي بالذنب قولي لنفسك أنا مش باخد من حد، أنا برجع لنفسي. ولو حد يوما ما قدرش ده، افتكري ان ربنا شايف تعبك وشايف نيتك، وشايف كل مرة قمتي فيها وانتي مكسورة. انتي مش ضعيفة، انتي متعبة، وفي فرق كبير. وده المكان اللي الكلام ده واقف فيه،
مكان ست قررت ما تموتش وهي عايشة. ولو الكلام ده لمس فيكي حاجة وحسيت انه بيحكي عنك، يبقى انت مش لوحدك. اعملي اشتراك في القناة علشان نفضل نفوق بعض ونفك عن نفسنا ونفتكر اننا نستاهل. واعملي لايك علشان الكلمة توصل لست تانية محتاجة تسمعها. واكتبي تعليق قولي فيه انا قررت ابدأ بنفسي، حتى لو البداية صغيرة، لان الصغيرة دي هي اللي بتغير العمر كله. وإلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.